هذا المطعم كل العالم تحكي عنه انه عنده اصناف كثير مميزه، ابو العبد اكيد الكل بيعرفه. اليوم جاي اجربه واستكشفه، خليكم معي. اول شغله بدي احكي لكم عنها هي الديكور بالمطعم، عندهم ديكور عن جد احترافي هيك ومميز. بالاضافه كمان الشيء اللي بيلفت نظري دائما بالمطاعم هو البراندنج، الفيجوال ايدنتيتي، تناسق الالوان والصور اللي بالمنيو، شيء جدا احترافي. اهم شيء الدراما. شو هي الدراما؟ واو. طبعا انا طلبت من عندهم سندويشتين جدا معروفين فيها، اول وحده الشيش الطاووق وثاني وحده الفروج المسحب. هلا بينزلوا على الطاوله بجربهم وبعطيكم رايي. هلا نزل الاوردر على الطاوله. طبعا الباكجينج عندهم يعني كثير ابداعي، براندنج وباكجينج عن جد كثير مميزين فيهم. اول شيء حبلش بالشيش الطاووق، بسم الله. طبعا هذا الصوص خاص بابو العبد، بدي جربه. واو هذا الشيء بشهي القلب. لا عن جد فنانه الشيش الطاووق عندهم. هلا بدي جرب فروج المسحب. طبعا اهم شيء هي التغميسه، بسم الله. اوف الحمد لله خلصنا اكل. عن جد تجربه جدا مميزه. اول شيء سندويشه المسحب، هي النكهه مو موجوده لا بالامارات ولا بمدينه العين، بس اللي عجبني اكثر صراحه سندويشه الشيش طاووق، طعمتها جوسي رهيبه، عن جد رهيبه، يعني نكهه اول مره بدوقها. طبعا اللي ما بيعرف انه فروج ابو العبد وعصير تايم وبابا كنافه هن جروب واحد. يا جماعه قال مكتوب على الكنزه بامرك معلم. صديقي بعد هالنكهه الطيبه انا اللي بامرك. الله يعطيكم العافيه يا شباب. وهي كانت زيارتي اللي تعرفت فيها على مطعم ابو العبد المتميز اللبناني الاصلي هذا طبعا، وكان معكم ليث. سلام.